السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. الناس اللي لسانها متعود على الشتايم، سواء بضحك وهزار أو سواء بجد، ماتش الكورة، سواء بهزر مع حد من صحابي، برضو لساني متعود على الشتايم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن طاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الإنسان المسلم اللي إيمانه كامل إنسان لسانه طيب، ما بيطلعش منه الألفاظ السوقية أو الكلام اللي مش كويس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر، خلي بالكم، من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه ويسب أمه. ان انا ابقى بقى بتكلم مع حد اقول له يا ابن كذا ومامتك كذا، يقول لي لا ده انت مامتك هي اللي كذا وباباك اللي كذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. حسن الخلق ممكن يبقى سبب في دخولك الجنه. حسن خلقك، لسانك الحلو هيكون ممكن سبب في دخولك الجنه. ازاي يبقاش لساني طيب مع الناس؟ ازاي ما اتكلمش حلو مع الناس؟ ازاي يبقى بلساني الشتايم وانا عارفه ان ممكن من حسن خلقي وادبي يبقى سبب في دخولي الجنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. دول أكتر حاجتين يدخلوا الناس الجنة يوم القيامة. مستنيين إيه؟ عايزين نغير بقى طريقة كلامنا. بدل ما أشتم أدعي، بدل ما أشتم البني آدم وابقى أنا كده أخدت ذنب، أدعي له: ربنا يهديك، ربنا يصلح من حالك، ربنا يردك إليه، يا أخي اتقي الله أو اتقي الله. بدل ما أشتم أدعي. يبقى أنا كده إيه؟ يبقى أنا كده عودت لساني على الكلام الطيب.